السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اللي مهتم بجديد ومفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه تطبيق لودين. التطبيق ده مساحته 19 ميجا، محمله اكتر من 500 الف شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بالحسابات المصرفية. بتقدر من خلال التطبيق ده ان انت تتتبع حساباتك المصرفية. بتقدر تربط حساباتك المصرفية كلها في تطبيق واحد. لو انت ليك اكتر من حساب بنكي بتقدر تربطهم. بتقدر تحول الاموال من مكان لمكان او من بنك لبنك او من شخص لشخص او من بلد لبلد. بتقدر ان انت تطلع على الحساب بتاعك او على الرصيد بتاعك اللي موجود. تقدر تعرف الرصيد المتبقي بتاعك قد ايه. تقدر تدفع من خلال التطبيق ده الفواتير. تقدر تظبط الميزانية المالية بتاعتك الشهرية، بحيث ان انت تكون عارف انت حاطط مصاريف شهرية لبيتك واسرتك قد ايه. وتقدر ان انت تحط لكل بند مثلا مبلغ معين. بند الايجار، بند الكهرباء والغاز والخدمات، بند الاكل والشرب، بند الفطار، بند مثلا المساحيق، الصابون، المعطر، الحاجات دي كلها تقدر انت تحطها. وتقدر ان انت تعرف الميزانية بتاعتك هتتكلف قد ايه، او تعرف تحط مثلا ميزانية على قد المرتب بتاعك الشهري. ويقدر ان هو يظبطها لك، ويقدر ان هو يحاول ان هو يوفر لك منها بقدر المستطاع. ده كده الغرض من التطبيق، وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق. بالاضافة لان التطبيق بيكون باللغة الانجليزية ومفهوش لغة عربية. بس كده ده يعتبر ابسط شرح للتطبيق بالنسبه للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح التطبيق معين رسيب لي في الكومنت. لو شفت ميزه او عيب للتطبيق فهي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبه لو شفت ميزه او عيب اكتبها في تعليقات الفيديو، فده دايما تنويه بالنوع عليه في اخر كل فيديو، علشان لو اي حد شاهد الفيديو وحمل التطبيق، وبالذات الفيديوهات اللي بتكون موجوده على القناه بقالها فتره طويله، بقالها مثلا سنه او اكتر من سنه، وحمل التطبيق واكتشف فيه حاجة مختلفة، يكتب التعليق بتاعه. واحنا دايما بنثبت التعليقات بتاعت الناس سواء الإيجابية أو السلبية. أما لو انت شفت الفيديو على القناة وخايف ان انت تحمله ليكون في حاجات ما تعجبكش سواء ايجابيه او سلبيه، فانت ممكن تكتب لي في تعليقات اي فيديو وتقول لي اشرح لي التطبيق ده مره كمان، وانا انزل لك شرح مفصل ومبسط للتطبيق ومميزاته وعيوبه وازاي بيشتغل وازاي بتشترك عليه وازاي بتلغي الاشتراك. كل ده هعرفه لك. الكلام ده بنقوله ليه؟ بنقوله عشان في بعض الناس بتخش على الفيديوهات موجودة على القناة بقالها فترة طويلة، وبعد ما يحمل التطبيق يقول لك انا لقيت حاجات مش موجودة. انت ليه مش قايل كل الحاجات اللي موجودة في التطبيق سواء الإيجابية أو السلبية؟ ده ببساطة لأن انت شاهد فيديو موجود على القناة بقاله فترة طويلة. أثناء الفترة دي نزل التطبيق تحديثات كتيرة، لأن اللي احنا بنعملها بنشرحها دي تطبيقات، يعني بينزل لها تحديثات مستمرة. ممكن كل يومين، كل أسبوع، كل شهر تلاقي التطبيق نازل له تحديث، ممكن يخلي التطبيق أفضل وممكن يخلي التطبيق أوحش. عشان كده دايما بننوه للناس اللي هي بتشاهد الفيديوهات بعد نزولها فترة طويلة، 10 شهور، سنة، أكتر من سنة، ولقوا حاجة مختلفة يكتبوها في التعليقات. وشكرا، سلام عليكم.